الهلال واتحاد الكرة هو الكيل بمكيالين والمطالبة من الجميع البدء من جديد بعد كل تجاوز. معي من الرياض الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال. مساء الخير أبو فيصل. أهلا وسهلا أبو كرم، كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك. يعني أنتم حاليا توصفون أنكم أول رئيس نادي في المملكة العربية السعودية في تاريخ كرة القدم يصعد إلى هذه الدرجة مع اتحاد كرة القدم، بغض النظر التصعيد إيجابي أم سلبي، ولكن التصعيد يعني لأنك مثل ما قلت اليوم أنك تطالب بحقوق ناديك. هل التصعيد يوازي فقط مسألة يعني تأجيل مباراة أو اثنتين؟ والله احنا سبق، انا ما اكون مكرر ابو كرم، وانا تقديرا طبعا لاهميه البرنامج لانه منبر مهم ولاهميتك الشخصيه كاعلامي، وان الواحد طبعا يعرف انه لما يطرح شيء عبر صدر الملاعب يكون واصل الى فئه كبيره من الناس، ولو كان ما تطرقت الموضوع مره اخرى. ولكن انا اللي ابغى اقوله عشان اوضح يعني المساله بجلاء، احنا يعني في عده نقاط، ذويت عنق الحقيقه فيها. نعم. أول حاجة احنا لم نطالب بتأجيل جولة، احنا طلبنا بإبقاء الوضع على ما هو عليه. اللي حصل انه أقحمت فجأة جولة للدوري آخر جولة، وربما تكون جولة حاسمة بين جولتين آسيوية بالنسبة لنا تحدد أيضا مصيرنا في التأهل إلى الأدوار القادمة من آسيا من عدمها. سبق وقلت انه احنا أكثر المتضررين لأن احنا حنلعب مباراتين خارج أرضنا. كمان بس انا ابغى اشير الى نقطه، الان الاخوه في المنتخبات الاتحاد السعودي لكره القدم يرون ان مباراه اندونيسيا وهي مباراه واحده فقط تحتاج الى 10 ايام قبلها وتفريغ لعيبه المنتخب لها. نعم. اذا كان انتم ترون ان مباراه واحده تحتاج 10 ايام، كيف تحطوا لنا 3 مباريات في الاسبوع منها مباراتين خارج ارضنا؟ هذا هو سؤال منطقي، لكن هذا الامر الا يمكن يعني كان حله مباشره بينكم وبينهم بخطاب رسمي منكم؟ ارسلنا خطاب وادركنا انه ما حيكون في حل، لانه احنا مثل ما قلنا لجنه المسابقات ما عندها تواريخ تقدر انها تاجل فيها. الحلين الوحيدين في يد الاتحاد السعودي لكره القدم. الحل الاول كان مثل ما قلنا هو حل الان انتهى اوانه، انه يكون الجوله يوم 17 اللي هي اليوم كانت المفروض تلعب، وبعدين يسافروا اليوم الى مباراه اندونيسيا. نعم. والحل الثاني هو ان تكون يعني نظرا للضغوط اللي حصلت هذا الموسم انه يكون دور الثمانيه في كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين. نعم. من مباراه واحده وليس مباراتين. وكلا الحلين في يد الاتحاد السعودي. احنا متضررين فعلا يعني، وسبق وقلت الكلام هذا. انا كمان الاشياء اللي تلوى فيها عنق الحقائق اختراعات ان احنا اسأنا للاتحاد السعودي والاستاذ احمد عيد. اتحدى اي احد يطلع اساءة واحدة احنا اسأنا فيها لاي احد في الاتحاد السعودي. فطلبنا بحقوقنا ولازمنا نطالب فيها وسنطالب فيها. ابو فيصل، وما حنسكت على ضرر تعرضنا له. يعني أنت رجل الكلمة بالأساس، يعني ما أنت برئيس نادي عادي، أنت تطوع الكلمة. واليوم كنا أنا وياك في حوار على امرؤ القيس يعني. فاليوم عندما تقول في تغريداتك إذا صفعك أحد على خدك الأيمن اصفعه، هنا البعض قد يسيء الفهم من خلال هذه التغريدات ذات اللغة القاسية. اسمح لي أقول على شيء أبو كرم. أنا الكلام هذا أساسا ليش عدته اليوم؟ أنا قلته في لقاء مع قناة الجزيرة الرياضية بعد مباراة الريان. نعم. والهلال. كنت أتكلم إنه الناس تقول، قلت الآتي بالضبط، قلت إنه الاتحاد السعودي بنفسه لما أرسل لنا خطاب كان يقول في فقرة في الخطاب تقول: ولا يخفى عليكم أنه أي قرار في الحياة ينتج عنه متضررين. نعم. فأنا قلت إنه في ناس الاتحاد السعودي نفسه يعترف إنه إحنا واقع علينا ضرر، وفي ناس مستكثرة علينا إن إحنا ندافع عن نفسنا ونحاول نرفع الضرر عن أنفسنا. وقلت بعدها إنه ماني مؤمن بمقولة إذا أعطاك أحد إذا صفعك أحد على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. مقتنع إنه بالعكس إذا صفعك أحد على خدك الأيمن أصفعه على خدين، لأنه أنا نهاية الأمر اللي ما يفهم المجاز في اللغة هذه ما هي مشكلة. نعم. هذا ضرب مثل ومجاز، معناها إنه لن نسكت على حقوقنا ونقف لا نحرك ساكنا ونشوف الضرر يقع علينا ولا ندافع عن أنفسنا. ولا في نهاية الأمر لا الاتحاد السعودي صفعنا على خدنا الأيمن ولسنا بصافعيه.
ابو فيصل، انا قبل شويه انا كنت مع الاخ احمد عيد على التليفون لمده 19 دقيقه، وانا دقيق فيما اقول، كانت 18 دقيقه ونصف، هو موجود في زيورخ. طلبت منه انه لو حب يطلع معنا يعني ننهي هذه المساله. هو يقول اتصل بك لم ترد عليه، انت اليوم تقسم عبر انك لم يعني تجد منه اي اتصال، بل وجدت منه رساله هاتفيه، وقال يكون لك. ابو كرم موضوع الاتصال والتهنئه هذه انا بس ابغى اوضح حاجه. نعم. انا اشوف انه تهنئه الاستاذ احمد عيد برساله كافيه، ماني شايف الموضوع كبير يعني انا ماني شايف انه وعلى فكره انا ما غردت بهالموضوع اساسا في المقام الاول الا لما جتني عده تساؤلات فيها نبره اتهاميه للاستاذ احمد عيد انه كيف يهنئ الاهلي والشباب وما يهنئ الهلال، فغردت لما قلت يا جماعه لا، الرجال هناني برساله نصيه ورديت عليه. طب انا تليفوني دائما مغلق، يعني دائما تليفوني مغلق، ولما تجيني مثل ما غردت اليوم ابو كرم، هذا اللي اقصده انه هو قد يكون اتصل، بس انا والله العظيم ما شفت اي اتصال منه، يعني ما شفت رساله تقول انه مثلا الاستاذ احمد عيد اتصل مثلا، لقيت رساله نصيه فيها تهنئه ورديت عليها، وهذا كافي بالنسبه لي. طيب نكون صريحين. طيب هلا نحن عم نحكي على بلاطه، احنا اليوم لانه حكينا انا وياك انه كان في مستجدات لتغريدات اليوم. طيب رئيس اتحاد سعودي يعني يعلن في الاعلام انه انا اتصلت برئيس نادي ولم يرد علي. هل هذا شايف، وانتم اعطيتوا صوتكم لاحمد عيد على حسب ما اعرف في الانتخابات، هل هذا الوضع صحي؟ لا احنا اعطينا صوتنا لخالد المعمر في الانتخابات. طيب صوتكم ليس له. طب هل هذا برايك وضع صحي؟ ماني شايف. انا بقول لك على شيء، ترى على فكره في ناس تسال سؤال اكثر من كذا ابو كرم، في ناس تقول انتم قلتوا انه احنا لا ينبغي ان نحكم على الاتحاد السعودي الا بعد سنه. على فكره احنا لازم نقول نفس الكلام، بس هذا لا يعني انه لما يقع علي ضرر اني ما اتكلم اقول وقع علي ضرر واحاول ارجع حقي. نعم. وفي ناس تحاول ان تاخذ الامور الى، طبعا في نهايه الامر شوف المشكله انه في ناس اي شيء يتدخل فيه الميول. يعني لانه المتصدر للقضيه الان هو نادي الهلال، فاي احد عنده موقف من نادي الهلال بالتالي يعني حياخذ الموقف للجهه هذه، الجهه موقفه من نادي الهلال، ما هو الموقف المحايد من الصح والغلط. نعم. او الحق مع مين. فاحنا اللي قاعدين نقوله احنا في نهايه الامر انا رئيس نادي مؤتمن على نادي، وعندي جماهير للنادي تشجع النادي، في جماهير للهلال نعم. تطالبنا بتحقيق انجازات. انت لما تضغط لي مباريات قاعد تهدد فرصي في تحقيق انجازات لجمهور طموحه كبير. نعم. وفي نفس الوقت كمان قاعد تضرني ماليا، لاني انا ادفع اموال طائله من اجل ان اعد فريق يحقق طموحات هذه الجماهير، فلما تضغطني وتضرني وتحط لي 3 مباريات في اسبوع واحد كلها مهمه، مباريتين منها خارج ارضي كالنادي الوحيد في السعوديه اللي يحصل فيه هذا الامر، في مجموعه هي الاقوى ونتائجها في الجولتين الاولى تؤكد ان الامر فيها لن يحسم الا في نهايه المطاف، ولا يراد مني اني اتكلم، هذا امر لا يستقيم ومنطق انا ماني فاهم. هلا عموما نحن في عصر الاحتراف، والاحتراف على الكل ان يقبل بالقوانين واللوائح، هل ستنفذ وعيدك بمساله القوانين واللوائح تعطيهم قبل 5 ايام؟ والله هذا شوف مثل ما قلت احنا قاعدين ندرس وحنشوف مع اكثر من نادي هذا الامر وبنطرحه من خلال الرابط. ولكن انا ارجع اقول ايضا من المستحيل باي حال من الاحوال انك ترهق اللاعيبه بمشاركات غير رسميه وفي اوقات لا تتوائم حتى مع قدرتهم العضليه. نعم. انت كذا قاعد، انا بقول لك على شيء. البطوله العربيه حقت منتخب العرب اللي لعبناها في الصيف اللي فات هذا في وقت، واخذوا بعض اللعيبه من عندنا. في عندك الكابتن عبد اللطيف الغنام من اهم لاعب الهلال واللي نعول عليه، لانه لعب موسم طويل اضرته هذه البطوله، الى الان يعاني من اصابه في العضله بسبب هذه البطوله اللي جاءت في وقت لا ما كان ينبغي انه يلعب فيه، منتهى الارهاق، واحد لاعب 6 شهور وتلعبوا بطوله بعد نهايه الموسم بشهر. وقس على ذلك، هل المطلوب ان انا اخسر 4 5 لعيبه في الموسم القادم علشان مشاركات ما لها جدوى؟ وبعدين حكايه انه مثل ما قلت لك اليابان تاخذ بطولات، استراليا تنافس، كوريا تنافس، وكل الفرق كل الدنيا في المنتخبات في الدنيا تنافس، وملتزمين بالقانون اللي هو 5 ايام قبل المباريات، 3 قبل الوديه، اسبوعين قبل البطولات المجمعه. وهذا لا يعني انك انت ضمان التفوق. نعم. في حاله انك انت عملت معسكر طويل. نعم. ما احنا عملنا معسكر طويل قبل مباراه استراليا، ايش كانت النتيجه؟
بس ابو فيصل، موضوع انك تعتمد على تضافر كل الانديه سبق واجتمعتوا مشان تحديد سقوف وما مشي الحال، وبعدين ممكن يكون في انديه مبسوطين لما يحدث لكم. المسائل الماليه ربما يحصل خلاف، ولكن عندما يكون الامر في ضرر واقع على الجميع، انا ازعم او اكاد اجزم انه اغلب الانديه من مصلحتها انه لعيبه المنتخب ما يؤخذون الا قبل فترات كافيه، لانه ببساطه شديده اللي يدفع عقود اللاعبين الانديه مو الاتحاد السعودي لكره القدم، احنا اللي ندفع مقدمات العقود، احنا اللي ندفع المرتبات، فبالتالي احنا المتضررين لو اصيب لاعب او ارهق او شيء من هالقبيل، وفي نفس الوقت كمان ما هو من مصلحتنا ضغط الدوري. يعني انا ارجع اقول على فكره في 4 فرق متضرره من هالقرار، ولكن نحن الاكثر تضررا لصعوبه المجموعه ولان احنا حنلعب مباراتين خارج ارضنا. طيب سؤال 3 أسئلة على السريع. هل لو كان الأمير نواف بن فيصل هو رئيس الاتحاد، هل كنتم تتعاملون مع الموضوع بنفس ما يعني ما تتعاملون به حاليا؟ والله أنا بقول كلمة حتى ذكرتني بالمناسبة لما أنا قالوا من ضمن الإساءات إن إحنا قلنا الله يصبرنا 4 سنين. نعم. يعني أنا مش عارف لما تصير كلمة الله يصبرنا إساءة أجل هذا، والله أنا يعني فعلا الكلام يعني مثل ما يعني ينقط عسل على ما قالوا. الله يصبرنا عليهم والله يصبرهم علينا. انا قاعد اقول على حاجه، الله يرحم ايام الامير نواف بن فيصل يرجع رئيس الاتحاد، هذا رقم 1. رقم 2 حصل قبل كذا انه في قضايا كان راينا انه الهلال حق فيها وصعدنا حتى وجود الامير نواف ايام ايقاف رادوي في مباراة دورية اظن او حاجة زي كذا، صعدنا لما شفنا الحق معنا والامير نواف تقبل الامر. يعني احنا نصعد لما نشوف حقوقنا تروح، ما هو يعني لو ايا كان من هو في كرسي الاتحاد. طيب رئاسة الاتحاد. طيب سئمت تكاليف الحياة ومن يعمل 80 شهرا، هل هذا لا انا قلت غيرتها حقت سهير بن سلمى، سئمت تكاليف الرياضة من يعش 80 شهرا لا أبا لك يسأل أو لا أبا لك، عشان في خلاف نعم. هل هي مخاطب مذكر أو مؤنث. طيب سئمت، هذا الكلام كبير، سئمت. على فكرة الناس فهم التكاليف انها تكاليف مادية، لا يعني لا وهذا فهم قاصر تكاليف في اللغة. أعباء. لا تعني تكاليف الحياة في قصيدة زهير بن سلمى التكاليف المادية. نعم. إلا إذا كان زهير بن أبي سلمى عنده إيجار ما سدد وهذا مرات. لا هي الأعباء. سئمت. الأعباء أعباء الحياة بالتأكيد. سئمت. يعني هو عموما كانت ساخرة يعني، بس نعم. كانت يعني إشارة إلى إنه الرياضة فعلا متعبة يعني الجميع نعم. من يعمل فيها. طيب سؤالين بنعم أم لا. السنة القادمة كوزمين؟ السنة القادمة صعب اني اجاوب على اي سؤال عنها الان. طيب افتراضيا ممكن؟ ما اعتقد انه ممكن، لانه ما اعتقد انه العين اساسا ممكن يفرط مدرب زي كوزمين. طيب لو العين نحط العين على جنب، هل انتم تفكرون بكوزمين بس؟ ما نقدر نفكر فيه، هو مرتبط بالعين. طيب مبروك زايد. وبطل ذكاء في مصطفى. هذا بعض مما عندكم ابو فيصل. مبروك زايد، هل يمكن ان يكون هلالي؟ مبروك زايد لاعب كبير ومكسب، ولكن لا نفكر فيه. لا تفكرون فيه. الأمير عبد الرحمن بن مساعد، سعدنا جدا معك ولا نسأم الحديث معك، لا 80 دقيقة ولا 800 دقيقة. شكرا لك. تسلم. شكرا لك. شكرا. دكتور